تعادل الاهلي وانتر ميامي 0-0. الشوط الاولاني الاهلي يكسب مستريح ويخلص الماتش، الشوط التاني الاهلي يخسر. يعني شوط وشوط. والنتيجة انا شايفها كده في مجمل الماتش النتيجة عادلة. الشوط الاولاني جات لنا فرص كتير، الاهلي فاجئني شخصيا. الماتش اللي هو بادئ بيضغط، بيلعب من الاطراف وبيبني هجمة من تحت. وانتر ميامي طبعا احنا فريق كبير في السن، اللعيبة بتلعب عادي لكنها بتلعب ماتش خماسي. فجات لنا فرص كتير، جات لنا في الشوط الاولاني 5 كور وضربة جزاء. بس كانت كل الخطورة في الشوط الاولاني تريزيجيه عامل ماتش عالمي بصراحة. هو كان خطورة الاهلي، هو نجم الاهلي في الشوط الاولاني. والشوط التاني انا شايف ما كانش يطلع اصلا. هو ماشي بدنيا قل بس كان هو مصدر الخطورة. الكرة بتجيله بيعرف يعدي، بيعرف يوصل، هو بس ناقصه الفينش الأخير. كان غايب عن الأهلي الماتش ده. يعني سواء في كرة وسام بن علي في أول كورة كان أوفسايد، هو يوقف مصيدتين تسلل مرتين. مرة أول كرة في الماتش خالص بداية الماتش، الكرة التانية كانت اللي سجلها كان تسلل. وكرة لإمام عاشور، إمام عاشور طبعا طلع مصاب، ما اعرفش ايه اللي حصل له بالظبط، تقريبا حاجة في الكتف أو في الرقبة. بس يعني في مجمل الماتش الأهلي عامل ماتش كبير جدا الشوط الأولاني بالذات. الشوط الأولاني طبعا كان فيه كور كتيرة، بعد ما إمام عاشور اتصاب طلعه ونزل زيزو. والأهلي طبعا كان بيلعب في نص الملعب محمد بن رمضان وحمدي فتحي ومروان عطية، التلاتة عملوا ماتش عالمي. الفرقة كلها عملت ماتش عالمي في الشوط الأولاني بالذات. الشوط الاولاني جات لنا فرص كتيره وتريزيجيه كان مصدر الخطوره، هي ناحيه الشمال كانت مصدر خطوره من اهلي. حتى بعد ما نزل زيزو برضو ما ظهرش، يعني كانت كل الخطوره تريزيجيه. الجنب اليمين الاهلي محمد هاني واللي كان قدامه زيزو او امام عاشور لم يظهروا في الماتش كله، ظهروا حاجات بسيطه بس كانت كل الخطوره جابها الشمال ناحيه الاهلي. طبعا تريزيجيه ماتش عالمي يعني بصراحه، وده كنا متوقعين ان ده تريزيجيه، وقلنا تريزيجيه لازم يلعب. وانا شايف اللي هو لازم يلعب الماتش لاخره، يعني انت لازم يستمر. انت بس كنت تنشط بحد بلاي ميكر وحد ناحيه اليمين كان يساعدوه بس. وراس الحربه طبعا كان محتاج وسام بن علي، مش محظوظ في الماتش دوت خالص. وتريزيجيه طبعا ضربه الجزاء، انا شايف اللي هو من وجهه نظري من زمان تريزيجيه ما بيعرفش يشوط ضربات جزاء. بس هو طبعا توفيق وعدم توفيق، بس انا شايف ان هو ما بيعرفش يشوط. كان ممكن يسيبها لمروان عطية او حمدي فتحي او محمد بن رمضان، كان احسن يشوط يعني. بس عادي، هارد لك. والشوط التاني انتر ميامي